الرحمن الرحيم. أنا تيمور السبكي عايز أوضح بس حقيقة الجدل اللي ساير دلوقتي في الإعلام. إن الفيديو اللي حصل عليه جدل كبير جدا وبينشروه الصعايدة بشكل كبير ده فيديو قديم من حلقة قديمة بقالها حوالي شهرين، كانت مع خيري رمضان، وكنت بتكلم في موضوع عام. تم اجتزاء واقتطاع جزء من الحوار وتم نشره على صفحات اللي هي بتخاطب الجمهور الصعيدي، وكتابة كلام فوق الفيديو مش موجود فيه ان انا بشتم الصعايدة والستات وبشتم وبقل ادب عليهم، وده مش يعني مستحيل ومش ممكن ابدا انه يحصل لسبب بسيط جدا، وهو لان انا امي اصلا من الصعيد، من قبيله علي، وابويا عقيد في القوات الجويه وظابط الله يرحمه، كان يعني مربيني كويس. فانا عارف ان الكلام كان في سياق عام تم اجتزاؤه وتقطيعه لاستخدامه لاغراض معينه من قبل الادمنز بتوع الصفحات اللي هي بتاعت الصعيد، وتم استغلاله للاساءه ليا ظنا منهم ان انا من عيلة السبكي الفنية بتاعت الإنتاج، فاعتقدوا إن أنا صيد سهل وسمين جدا بالنسبة لهم طبعا إن هم يخبطوا فيا أو إن هم يثيروا الرأي العام ضدي. معرفش إيه الغرض وإيه الهدف من إن هم ينشروا فيديو من شهرين يقطعوا جزء من الكلام ويشيروه. ربنا أعلم بالنوايا، لكن أنا اتواصلت مع الأدمنز بتوع الصفحات ديت وأكدوا لي إن هم فاهمين إن الفيديو هو جزء فقط من السياق، وطلبت منهم ان هم يشيلوه ولكن ما شالوهوش، ما اعرفش ليه. اعتقد في وجهه نظري ان هم بيعملوا كده نوع من انواع الجذب الاعلامي او الجدل علشان خاطر جذب مشاهدات لبرامج يجوز ان هي ما فيش عندها مشاهدات او حاجه، فتم الزج او تصفيه ممكن تكون ما بين الاعلاميين نفسهم، فزجوا باسمي في الموضوع، اسم غني ومثير وممكن يعمل جدل. انا بعتذر بشده ان كان كلامي في الحلقه فهم خطا، وبدعو الناس كلها ان هي تتفرج على الحلقه كامله، هيلاقوا اني لم اسيء ولم اشتم، واستحيل ابدا ان انا اسب السيدات في الصعيد او السيدات عموما. انا في صفحتي بناقش المواقف اللي هي الزوجيه بشكل كوميدي ساخر، وبعتذر للمره الثالثه لو ان انا اتفهم كلامي بشكل خاطئ، لان الموضوع اخذ منحنى تاني. النهارده انا بتجيلي تهديدات بالقتل وتم التقدم ببلاغات يعني للشرطه والداخليه وكده علشان خاطر احمي نفسي واحمي اسرتي، وبعتذر تاني، وانا ما كنتش اقصد ابدا الاساءه لاي حد خالص، والحمد لله رب العالمين على كل اللي بيحصل. شكرا.